ومن هنا عايز اقول مثلا نقطه معينه، احنا بنروح دايما كلنا بنروح لمطاعم، والمطاعم دايما بنلاقي عندها السيرفيس بتاعتها ثابته 12%. محدش يقدر يجي يسال الشيف او يسال المسؤول اللي في المطعم ويقول له هو انتوا ليه بتاخدوا 12%؟ طب افرض انا عايز اجيب اكله غاليه قوي، انت ليه هتشاركني وليه هتاخد منها 12%؟ محدش اصلا بيخطر عليه السؤال ده. فانا كشركه، وانا بتكلم بقى عن الشركه بتاعتنا، بروح مغير لك البلاطه دي وبص على الحاجات دي واقعد اعمل فيديو بقى، لا كسر لي دي ولا اعمل لي دي. هو المفروض ان انا اجي كل يوم مع الصنايعي من اول ما يشتغل لحد ما يمشي؟ الاجابه دلوقتي هنقولها لا طبعا، وهنشرح في فيديوهات تانية ليه لا طبعا. السلام عليكم، ايه الاخبار؟ بقالنا فتره موقفين فيديوهات، فقررنا كده نعمل ان شاء الله سلسله جديده او فيديوهات جديده، وهي عباره عن اسئله انتوا بتسالوها لنا دايما او العملاء بتسالها لنا لما احنا بنعمل ايه التعاقد معاهم في تشطيب شقتهم. وقررنا ان احنا السلسله دي نسميها ليه بتعملوا كده يا باشمهندسين. ودي طبعا عشان الاسئله اللي احنا هنقولها، او كل فيديو هيبقى عباره عن سؤال كبير ومحتاج شويه شرح عشان نبقى عارفين احنا بنعمل كده ليه واحنا بنشطب الشقه. واول سؤال، وهو بيبقى سؤال كبير جدا وتفاصيله كتيره، وهو ليه بتاخدوا نسبه اشراف على السيراميك؟ ما انا ممكن اجيب سيراميك بمبلغ قليل، وممكن اجيب بورسلين بمبلغ اكبر، او ممكن حتى اجيب رخام بمبلغ كبير جدا، فانت ليه هتاخد نسبه اشراف على كل ده؟ اول حاجه عشان نبقى عارفين ان النسبه دي طريقه قياس هندسيه معتمده او معروفه، واحنا اخدناها في الكليه بتاعتنا عادي، وهي اسمها كوست بلس في، يعني التكلفه زائد نسبه متفق عليها. وفي طرق تانية منها مثلا طريقه المقاوله او طريقه الاشراف الثابت. خلينا نتكلم على اول حاجه وهي طريقه النسبه. النسبه بتاعتنا لازم نبقى متفقين عليها في الاول، وبتبقى ماشيه على كل البنود. يعني ما ينفعش اجي ان انا في شغل التاسيسات في الاول، سواء تاسيس الكهرباء او تاسيس التكييفات او تاسيس السباكه، اخد نسبه معينه ولتكن مثلا 15%، وتيجي انت في بند السيراميك، وتيجي انت في بند زي السيراميك عشان هو تكلفته كبيره، تيجي تقول لي انا هبقى محتاج ان انا اقلل معاك النسبه. فيبقى اول حاجه لازم ان احنا نبقى متفقين النسبه كلها تبقى ماشيه على كل البنود. يبقى دي اول نقطه، ان النسبه تبقى واضحه من الاول. طب انا لو مش عايز اخد نسبه، او انت كعميل مش عايز تديني نسبه في السيراميك، فلازم تيجي تعرفني من الاول. ما ينفعش اشتغل معاك وبعد كده تقول لي ايه السيراميك هنوقف ليه النسبه. دي كده اول نقطه. تاني حاجه، واحنا ليه اصلا بناخد نسبه اشراف على السيراميك؟ بنكون متخيلين، او العميل يعني بيبقى متخيل ان المهندس ما بيعملش حاجه غير ان هو بيجي للصنايعيه ويستلم منهم ويقول لهم الله ينور ويمشوا. خلينا بقى نستفيد شويه في النقطه دي وهنقول فيها كذا حاجه. اولا، لما انت بتجيب بورسلين مثلا بيكون تكلفته غاليه، فانا طبعا باجي للصنايعي اكتر بكتير لما هعمل السيراميك، ونسبه كمان انجاز الصنايعي بتقل جدا. فانا اولا كنت هاجي مثلا في البند ده 5 مرات، لا جيت 10 مرات، فكده تكلفه الشركه او تكلفه المهندس ان هو يجي كل شويه دي كده بتزيد. يبقى اول حاجه عشان الاشراف بتاعي، او عشان انا كل شويه هاجي اكتر من الاول. تاني حاجه، في مشاكل كتيره جدا بتقابلنا مع الصنايعيه او بتقابلنا في الشغل وجوده الشغل، وبنضطر ان احنا نغير البلاط. طيب وده بسبب ايه؟ هتقول لي بسبب ان انت ما بتبقاش موجود مع الصنايعي كل يوم. طيب ده هيبقى ليه سؤال تاني هنعمله في فيديو تاني. هو المفروض ان انا اجي كل يوم مع الصنايعي من اول ما يشتغل لحد ما يمشي؟ الاجابه دلوقتي هنقولها لا طبعا، وهنشرح في فيديوهات تانية ليه لا طبعا. فخلينا نكمل. طيب فرضا لو انا الصنايعي بتاعي عمل حاجه غلط، وانا جيت تاني يوم لقيت ان هو عامل مشكله، فانا كشركه، وانا بتكلم بقى عن الشركه بتاعتنا، بروح مغير لك البلاطه دي وانا اللي بحاسبك عليها. ومش مهم بقى يعني انت ما بتخشش معايا هل الصنايعي هو اللي هيتحمل ولا انا اللي هتحمل ولا مين اللي هيتحمل القصه دي.
ومش محتاجين ان احنا نعمل زي ما الناس بتعمل، ان انا اجي وابص على الحاجات دي واقعد اعمل فيديو بقى، لا كسر لي دي ولا اعمل لي دي ونعمل ترندات او حاجات كده عشان نجيب فيوز وحاجات. لا، احنا بمنتهى البساطه الحته دي ما استلمناهاش، الحته دي مش مظبوطه، الميول هنا مش مظبوطه، الحاجات دي كلها بتبقى بيننا وبين الصنايعي. وكمان بنشوف مين اللي هيتكلف يعني مين اللي هيتحمل التكلفه بتاعتها. يبقى كده زي ما اختبرنا الميول وفي الاخر وصلنا لنتيجة ان احنا البلاطة دي هتتغير هي والبلاطة دي. على هنا الخواشات اهي، الشطف 45. هنا طبعا شايفين الحاجة مسقية بنفس اللون، حتى ان احنا نطلع الفواصل بتاعتها صعبة شوية، فالسقية ماشية كويسة. من هنا عايز اقول مثلا نقطة معينة، احنا بنروح دايما كلنا بنروح لمطاعم، والمطاعم دايما بنلاقي عندها السيرفيس بتاعتها ثابتة 12%. محدش يقدر يجي يسال الشيف او يسال المسؤول اللي في المطعم ويقول له انتوا ليه بتاخدوا 12%؟ طب افرض انا عايز اجيب اكله غاليه قوي، انت ليه هتشاركني وليه هتاخد منها 12%؟ محدش اصلا بيخطر عليه السؤال ده. كده احنا قلنا نقطتين مهمين في موضوع ان احنا بناخد نسبه ليه. وثالث نقطه وهي نقطه مهمه جدا، وهي ممكن ناس كتيره جدا ما بتجيش تقولها، واحنا طبعا بنوضح الامور دي بمنتهى الشفافيه، وهي ان احنا بعد بنود التاسيسات بنيجي بنكون خلاص البنود ديت كتكلفه او كاشراف لينا بتكون يا دوب مغطيه ان المهندسين عندنا ينزلوا الموقع والمواصلات بتاعتهم وهكذا. بنيجي نكون مستنيين البنود اللي في البنود الاخرانيه، زي مثلا بدايه من الدهانات، من السيراميك، من الحاجات دي كلها، ونبدا نشم نفسنا ونقول ان احنا ايه هنكسب من الشغل بتاعنا. فانت بتيجي بعد كل ده وتخصم او تقول ان انا مش هدفع الاشراف، او بتقول ان انا لازم اقلل الاشراف ولازم اعمل الحاجات دي كلها. فانا عشان كده في بدايه الفيديو قلت ان احنا لازم نتفق على طريقه محدده من الاول، وتقول لي او تقول للشركه او للمهندس او اي حد، وتبقى واضح ان انا الاشراف بتاعك في السيراميك هيقل. فانا هاجي وقتها هقول لك خلاص مفيش مشكله هتقلل لي اشراف السيراميك، بس البنود التاسيسات اللي في الاول لازم اخد عليها اشراف زياده، لان هي حتى بيتقال عليها مسمى كده اللي هو ايه الديرتي وورك، اللي هو ايه الشغل في التاسيسات بيكون صعب جدا وبهدله فوق ما انتم متخيلين. فانت ما تجيش تحاسبني باشراف معين في البند ده، واشراف مثلا انا اتفقت معاك عليه 15%، واجي هشم نفسي بقى في البنود الثانيه، فانت تقول لي لا انا مش هديك الاشراف، وتقعد تتكلم معايا في نص نسبه ولا في اول في ان احنا نقص من النسبه شويه وهكذا. فالكلام ده ايه ما ينفعش. دلوقتي احنا في المشروع الثاني اللي احنا اتكلمنا عليه، ان احنا لسه هنبدا فيه سيراميك، وده يعتبر اول يوم في الموقع هنا والمشروع ده ان احنا هنبدا فيه سيراميك. فاحنا اول ما بنيجي المشروع وبنبدا بند السيراميك لازم بنراجع على الشرب. فاحنا هنا كده هنبص بصه سريعه على الحاجات اللي احنا بنعملها. اول حاجه اللي احنا قلناها اللي هي الشرب، تاني حاجه وهي تربيع البلاط اللي احنا عاملينه زي ما احنا شايفين كده. فاول حاجه بنعملها زي ما قلنا هي الشرب، وبعد كده بنربع البلاطات. طيب قبل بس ما بنربع البلاطات بنيجي كده بنحاول نفرز البلاط بتاعنا او السيراميك، ونبقى عارفين كل حمام وكل مكان بيبقى فيه ايه. فاحنا هنا كده زي ما احنا شايفين كده ان ده بلاط فاتح بتاع الضيوف، وهنا كده ده الشكل الثاني بتاع الحمام وده الشكل الثاني بتاع الحمام الثاني، وده كده البلاط البورسلين بتاع الريسبشن، وهنا كده ده السيراميك بتاع المطبخ. فكده احنا فرزنا كل حاجه. وطبعا عندنا في الاوض في سيراميك باركيه، لما نخش الاوض هنشوفه. بعد كده بنعمل التربيع زي ما قلنا بتاع الريسبشن والطرقه لو هم بنفس نوع البلاطه. نبص برضو بصه سريعه كده هنا. احنا دلوقتي اول حاجه زي ما قلنا ان احنا بنرص البلاط وبنشوف التربيع بتاعنا، فهنشوف برضو مع المهندس ضياء كده احنا بنعمل ايه في التربيع. بص احنا دلوقتي حطينا البلاطه دي، فممكن برضو ايه نشرح شرح سريع كده احنا بنعمل ايه، اشمعنى عملناها كده. احنا معانا البورسلين مكمل معانا في الطرقه، فالافضل كشكلا للعين احنا بنخلي البلاطه تبقى بلاطه سليمه معايا على طول مكمله، ما يبقاش فيها نغلاقه شكلها مش كويس. فاحنا بنكمل
بنيجي على اخر الجنب بتاعنا نحط البلاطه بتاعتنا بحيث ان ده تبقى السليم بتاعنا، تمام. وامشي بالتدرج بتاعي اشوف عرض عرض هتودي معانا المكان قد فين؟ ايه، وهتغلق معايا هناك قد ايه، او هتبقى معايا سليم ولا لا. طبعا هي الغلاءه دي ان هي يبقى في فاصل في النص، فاحنا عشان الطرقه ما يبقاش فيها فاصل كذا فاصل، فاحنا بنحط ايه؟ بلاطه سليمه. مظبوط. تمام. دي كده اول حاجه. طيب تعالى نبص برضو نراجع كده على الشرب. بعد كده بنشوف الشرب، بس احنا قلنا ان دي اول ملحوظه، يعني ان احنا اول حاجه لازم نشوفها هي الشرب. فاحنا اعلى منسوب عندنا دايما بيبقى في الاماكن اللي فيها البلاعات، سواء الحمامات او المطبخ. فاحنا لما قسنا كان اعلى حاجه عندنا هنا الحمام ده كده. احنا معانا هنا الشرب من على باب الشقه، جينا نقلنا الشرب هنا عشان نقدر ناخده للمطبخ بميزان الليزر. وقفنا هنا فبنشرك البلاعه وبلاعه الشاور، فبناخد بالمتر بتاعنا. لقيت ان هنا اعلى من شرب باب الشقه بسنتي، تمام. فاحنا معانا كده علو سنتي عن باب الشقه. فاحنا وبرضو لما نبدا نشتغل سيراميك ده كله مش هيبقى مسيف معايا مع باب الشقه، تمام. فاضطر ان انا اعلى بمنسوب الشقه علشان يبقى معايا سيف هنا. عامل طبعا حساب الميول لكل متر. بالظبط، هي اهم حاجه في الحمامات ان احنا بنبقى عاملين حساب الميول. فاحنا عاملين لكل متر سنتي زي ما حضرتك بتبقى طالب مننا. كده احنا علينا حوالي 3 سنتي من باب الشقه او 4 سنتي بالكتير عشان يبقى مسيف معايا هنا. تمام. في الشاور والبلاعه. مظبوط. ماشي. نبص برضو بصه سريعه على الاوض. احنا قلنا الاوض عندنا هو السيراميك الباركيه. تعالى كده هات كده برضو. احنا اول حاجه بنفرد الحاجات دي وبنفرج صاحب المكان وبناخد رايه برضو، عشان لو هو عنده برضو ايه متوقع حاجه مختلفه، فبنوري له السيراميك الباركيه مثلا هيبقى عامل ازاي، ونوري له البورسلين برضو هيبقى عامل ازاي في الشقه كلها. ونفس الكلام في الحمام. وبرضو لما بنرص البلاطات المفروض ان انا من الاول ببقى عارف التوزيع بتاعنا. فاحنا البلاط عندنا هنا متر 20، فاحنا مثلا في الجزء ده هنجيب هنا البلاطه متر 20، وبعد كده هنا هتبقى فيه الغلاءه او الجزء البسيط بتاعنا اللي هيكمل الحيطه دي. ونفس الكلام في الضلع ده البلاطه المتر 20 موجوده لحد هنا، وعندنا هنا كده شاور كمان، فهيبقى الغلاءه بتاعته مش باينه. ودي نفس الكلام هتبقى مسلمه معايا المتر 20 هنا على قد الكابينه الشاور بتاعتي، وبعد كده ال 60 او 65 سم اللي باقيه بتاعه الغلاءه اللي فيها الغساله. واخر حاجه لما بنيجي نبص على السيراميك بنشوف المطبخ بتاعنا عامل ازاي. واحنا خصوصا في المطابخ دلوقتي بقينا بنعمل الجزء بس اللي بين الوحدات، والباقي بيبقى دهان عادي. فبرضه بنيجي المطبخ بنبص اول حاجه على الشرب بتاعنا. طيب هنا عندنا الشرب كده على 115، عملنا ايه بقى كده؟ مظبوط. 115 بتاعتنا هي الشرب بتاعنا دلوقتي، عشان احنا الرمله معليانه شويه فاحنا مش عارفين نظبط على المتر، فبنظبط على 115 سم. تمام. فاحنا معانا ان الوحده ارتفاعها من الارض 90 سم، بيكون 90. تمام. فال90 بتاعتنا بنبدا نقف عند ال90 من ال 115، فبننزل 25 سم من هنا. تمام. يبقى هنا كده دي احنا بنعمل العلام بتاعنا ده اللي هنبدا بيه البلاطه. 25 سم. تمام. اللي هنبدا بيه البلاطه اللي الستارت بتاعنا من هنا، الستارت بتاع البلاطه بتاعتنا من هنا. ماشي. وبنطلع عند العلم الازرق الثاني ده، فتبقى ده المسافه دي هي اللي مغطاه معايا او اللي ظاهره بين الوحدتين معايا بعد كده. يعني هناخد البلاطه داير ما يدور في الجزء ده. مظبوط. داير ما يدور المطبخ كله. والحته دي احنا عملناها هيبقى خوارنا، هيبان معانا في التصميم، وان شاء الله لما نخلص المطبخ هنا ونعمل حتى الوحدات هنشوفه هيبقى عامل ازاي. طبعا الكلام ده بيبقى شاط في 45. تمام. مع بعضه عشان يبقى العلاقه شكلها كويس. ما نحطش بلاطه على بلاطه، بنشطف 45، وده كله طبعا بيبقى شاط في 45. وكده هنكون وصلنا لاخر الفيديو. اتمنى يعني ان شاء الله ان هو يكون مفهوم للكل. احنا بناخد ليه نسبه اشراف على البند، خصوصا بند السيراميك. وان شاء الله لو عندكم اي اسئله ابعتوها لنا، ولو احتاجنا ان احنا نعمل لها فيديو هنعمل كده. وان شاء الله استنونا في السؤال الثاني، وهو انا لما بتعاقد معاك هل المهندس او هل انت هتفضل واقف في الموقع بتاعي من الساعه 9 و10 الصبح لحد ما الصنايعي يمشي الساعه 5 بالليل 5 المغرب ولا لا؟